جبنا لكم التحفة هذه المرسيدس، عاد لونها يجنن من برا من داخل. الله يعطيه خيرها في شرها ويهني فيها، ما شاء الله تبارك الله. فيها مشكلة بالتشغيل في التأخير، شوية أمور كذا. وحش. صباح الخير حبايبي وأخواني، وأحبكم في الله، ولا تنسوني من دعاكم، ويسعد صباحكم. وعاش عاش. طيب نشوف المشكلة الحين. ما شاء الله تبارك الله حق التشغيل، بسم الله. المشكلة اللي فيها هذا، احنا شغالين على المرسيدس الموديل 72. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا تجي دبل كربريتر. وحش وحش ال 72 وحش. طبعا هذه تجي دبل كربريتر، ما شاء الله تبارك الله. مرسيدس وحش. في فضاوة بعصف الجير، لان الربلات منتهية اللي فيها بالصيخ كامل، فحنا ركبناها الربلات وقاعد نضبط موضوع عصا الجير فضاوة اللي ما شاء الله تبارك الله. طبعا طالعين نجرب المرسيدس. الله ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيه خيرها ويكفي شرها. نعم انها فخر الصناعة الألمانية. عطى غاز، دوس دوس. طبعا امزح، وش موضوع دوس دوس على اساس انها 500 حصان يعني؟ لا ما شاء الله الحين صار عصا الجير اوكي. اشتغلت على موضوع الجير التباديل حقته، الحين نطلع نجربها ونشوف، عسى الله ييسر. ما شاء الله تبارك الله. طبعا فرق كثير تبديلات الجير عن اول، ما شاء الله تبارك الله. صارت تبديلاتها ناعمة احسن، ما اخذت مسافة طويلة جدا مثل اول. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اوكي بنشغلها، بسم الله. اول تشغيله، بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا دائما في القديم تدوس دعستين وبعدين تشغل، مو على طول، بس هذه ما شاء الله تجربة سويناها الآن. الله يبارك له، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذه هدية من عندي بسويها له، لأني لا أقبل أشوف السيارة كذا. هذا مخلوع من مكانه، هناك يركب أوكي. هذه مخلوعة بسوي له إياها، هذه من عندي، يستاهل. طبعا مو اي احد يقدر يضبط موضوع الكربريتر، لانه هو اداها احدى الورش ودفع مبلغ قدره يعني، وما ضبطت للاسف، فكان مره زعلان ومتعقد من موضوع التشغيل في موضوع السياره هذه. الان رجعت وكاله دقت سلف قدامكم، ما شاء الله تبارك الله. وحتى عصا الجير الفضاوه اللي من تحت سويت لي اياها، وحتى وزن الجير كان في تاخير ضبطت لي اياه. يعني حاضرين دلعنا المرسيدس.